ليه تروحي مطعم تدفعي 2000 جنيه وانت ممكن تعملي فراخ المندي في البيت بأحلى تتبيلة وأسرع طريقة كله في صينية واحدة. هنجيب مية بصلاية ونحط عليها صوص باربيكيو ومعلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر ومعلقة 7 بهارات ومعلقة بهارات فراخ ومعلقة كاري ونص معلقة قرفة ومعلقة بصل بودر وتوم باودر ومعلقتين كركم وشوية زيت. هنجيب بقى الفرخة بتاعتنا ونكون فاتحينها من الظهر كده واهم حاجة تفتحي الصدر بتاعها كويس عشان التتبيلة تخش جواها كويس. احنا عايزين التتبيلة توصل لكل مكان في الفرخة. شايفين فتحتها ازاي؟ طبعا نكون غسلينها كويس ومنشفينها كويس عشان ميبقاش فيها اي زفارة. هندخل بقى التتبيلة جوه الفرخة كده وندعكها كويس قوي ونحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين عشان تكون شربت من التتبيلة كده وتبقى طعمها حلو. دخلتها بقى التلاجة بتاع 3 ساعات عشان تكون الفراخ شربت من التتبيلة كويس تبقى طعمها حلو. هنعمل بقى الرز. هنغسل الرز كويس من غير نقع، يعني هنغسله كويس قوي لحد بس ما لون الرزايه يفتح معانا. ونجيب بقى التفل بتاع البصلايه اللي احنا عصرناها الاول، هنجيب التفل بتاعها ونشوحه في شويه سمنه وشويه زيت. نشوحه طبعا في الصينيه اللي هنعمل عليها الرز والفراخ، اي صينيه عندك تكون ما بتلزقش. بعد ما شوحنا البصلايه هنحط بقى التوابل، عود قرفه وحبهان وورق لورا وملح وفلفل، سنه فلفل صغيره، ونص معلقه كاري ونص معلقه بهارات فراخ ونص معلقه بهارات سبعة ومعلقتين كركم وكيس مرقه دجاج. هنشوح كل التوابل على النار تاني لحد بس ما ريحه التوابل تطلع، وبعدين نحط عليهم الرز. نسيت اقول لكم حطيت نص معلقه قرفه باودر. هنسقي بقى الرز عادي كانك هتعمليه على النار، ميه عادي زي ما بتسويه على النار بالظبط. متخافيش هو بيطلع مفلفل ولا بيعجن ولا اي حاجه. هنغطي بقى الصينيه بورقتين فويل، يعني ورقتين عكس بعض كده عشان ايه؟ يستحمل الفرخه اللي هنحطها عليها في الصينيه كويس، مش عايزين اي هوا يخش له. وهنجيب عليها اي ورقه زبده عندك حطيها على ورق الفويل عشان نحط عليها الفراخ ونخرمها كده بالسكينه عشان الصوص بتاع الفراخ ينزل على الرز ويطعمه معانا. بس كده. ونحط بقى الفرخه، ما تخافيش الورق مش هيتقطع ولا اي حاجه. ونغطي بقى الفرخه كويس قوي برضو بورق الفويل، نقفله كويس قوي لان احنا هنسويه على البخار، فعايزينه مش عايزين يخش له اي هوا. بالشكل ده كده نقفلها كويس قوي. هتحطيها بقى في الفرن اول نص ساعه على اعلى حراره، وبعد كده هو بياخد ساعه ونص بالظبط. اول نص ساعه على درجه حراره عاليه، وبعدين الساعه الاخيره نوطي النار نخليها مثلا على 180. بعد الساعة ونص نخرج الفراخ ونشوفها كده استوت. لو استوت خلاص نشيل الورق الفويل اللي على الوش وندخلها بقى تحت الشواية تاخد لون كده وتتحمر معانا. هو 5 دقايق تحت الشواية وهتطلع معاكي متحمرة ولونها تحفة. شايفين عاملة ازاي؟ مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي والرز طعمه عامل ازاي ومفلفل وشارب من صوص الفراخ وطعمه في منتهى الجمال. وطريقة سهلة جدا، يعني مخدتش معايا كله نص ساعة على بعض. هننقل بقى الفراخ كده في طبق تاني عشان نشوف الرز. وشايفين الفراخ عامله ازاي ومستويه خالص، حتى ما كنتش عارفه امسكها، يعني انا عماله احاول اشيلها لقيتها هتفصص من بعض. استوت خالص، يعني مستويه خالص. هنعمل بقى فتحه كده وننزل صوص الفراخ ده على الرز. عايزه اقول لكم الرز طعمه احلى من اللي بيتعمل على النار، بيبقى مفلفل ومستوي كويس جدا. شايفين الرز عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. هنفضيه بقى في اي طبق كده للتقديم ونحط عليه الفراخ، وطعمها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الاكله دي سهله جدا، يعني هي يعني سيبك من طعمها كمان، لا هي سهله بجد جدا. اعملوا بقى معاها طحينه. انا عامله الطحينه في فيديو قبل كده، اللي عايز طريقتها يخش الصفحه هيلاقي الفيديو. تقدم بقى معاها طحينه او سلطه خضراء زي ما تحبي، والف هنا على قلوبكم. بس لما تعملي بقى الطريقه وتلاقيها ناجحه معاكي وطعم الفراخ حلو وطعم الرز حلو معاكي، ما تنسيش ترجعي وتقولي في التعليقات.
اهو الرز عن قرب، شايفين الحبايه مفلفله ازاي؟ طعمه تحفه ومفلفل معاكي جدا، ولا معجن ولا اي حاجه. ما تنسيش بقى تحطي لايك وتصلي على الرسول في التعليقات، واستني وصفه جديده وفيديو جاي ان شاء الله.